Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah, buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November mendatang. في هذه المناسبة سنستمع إلى مقالة الشيخ عماد الدين البنتني الذي يعرف في إندونيسيا بأنه أبطل نسب بعلوي كعائلة من العوائل المتصلة نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون على بالكم أيها الإخوة الكرام أن هذا الشخص المدعو عماد الدين عثمان البنتني هو عبارة عن أستاذ يعني في معهد ديني، يؤلف كتاب ويؤلف رسائل في الفقه الشافعي مثلا والنحو والصرف والبلاغة، يعني هكذا فقط، بمعنى يعني ليس له أدنى توجه أو إلمام بعلم الأنساب، أراد أن يذكر ففعل المنكر. وكما قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. والآن نرى أنه قام بنسخ ورسم الأدلة التي روجها بعض الجهلاء والسفهاء ليطعن الناس في أنساب بعضهم بعض، الذي هو من أمر الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح. والهجوم أيها الإخوة طبعا موجه لسادة الأشراف خاصة في الشرق الأوسط، وهم بالتحديد في المملكة العربية السعودية كما قد اشتهر ذلك في مستهل سنة 2013. فالآن يريد هذا المعترض هدانا الله وإياه ليبث هذه المسألة التافهة في عقول البسطاء والضحك عليهم تحت عنوان مناصرة العدوان والاحتلال حسب تعبيري. يعني هناك من يريد أن يحتل إندونيسيا قام به من؟ الصينيون؟ لا. أمريكان؟ لا. الصهاينة؟ لا. قام به سادة الأشراف آل أبي علوي في إندونيسيا. هذا محض افتراء وبهتان كما سيأتيكم. فصار هو واستدل بما استدل به الشعوبية المبتدعة من القول بالتسوية وتفخيم العنصرية والعصبية بين أبناء الوطن الإندونيسيا. وهذه شبهة في الحقيقة عهدناها من قبل أيها الإخوة، فقد أخمد الله نار الفتن بين السادة العلويين والإرشاديين تحت يد الشيخ عبد الرحمن باسودان. فجاءت يعني في عصرنا اليوم هذه الأشكال من الكائنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم مصداقا للعدول في الحديث. وهذه أيها الإخوة الشبه ما هي إلا خدعة الصبي عن اللبن. لا أريد أن أطيل عليكم، فلنسمع ماذا يقول وماذا يفعل. فهنا يتساءل الشيخ عماد الدين البنتني 3 تساؤلات أو 3 أسئلة. الأول منها: هل هاجر أحمد بن عيسى الرومي من البصرة إلى حضرموت من خلال كتب التواريخ منذ القرن الثالث إلى القرن الثامن الهجري؟ هذا أولا. وثانيا: وهل يوجد من كتب الأنساب وكتب التواريخ ذكر أو تلقيب أحمد بن عيسى الرومي بالمهاجر؟ وهل يذكره أحد من أصحاب التواريخ أو من النسابين بأن أحمد بن عيسى الرومي ملقب بالمهاجر؟ وثالثا: هل كان لأحمد بن عيسى الرومي ولد يسمى بعبيد الله في كتب التواريخ وكتب الأنساب؟ هنا ذكر 3 تساؤلات تافهات. هل هجر أحمد بن عيسى الرومي من البصرة إلى حضرموت من خلال كتب التواريخ منذ القرن الثالث إلى القرن الثاني الهجري؟ وهل يوجد من كتب الأنساب والتواريخ ذكر وتلقيب أحمد بن عيسى الرومي بالمهاجر؟ والثالث: هل كان لأحمد بن عيسى الرومي ولد يسمى بعبيد الله في كتب التواريخ وكتب الأنساب؟ تأملوا أيها الإخوة الكرام. ثم انتقل الشيخ عماد الدين البنتني بأنه اطلع على عدة نتائج DNA أو ما يسمى بفحص علم السلالات الذكرية الجينية، فإن نتائج عائلة بعلوي لم يكن أحد منهم وصل إلى نتيجة سلالة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. اطلع، قال كما يقول اطلع على عدة نتائج. هو يريد نتائج فحص الحمض النووي هذا المعروف.
ما هي النتائج التي انتهت إليها بعد اطلاعه الواسع؟ ما هي؟ قال البعلوي ليسوا بأشراف. يعني يهمهم جدا أمر هذا الفحص، ويعتبر عندهم من أقوى العلامات. تفضل. أيها المشاهدون الكرام، أتمنى أن تكونوا دائما بخير ومليئين بالبركة وتيسر لكم طول أموركم. أنا عماد الدين عثمان البنتاني، سأقدم لكم في هذا اللقاء موضوعا عن نسب البعلوي في كريم حضرموت اليمن. نستمر معهم أولا، ثم بعد ذلك نقوم بنسف أباطيلهم في اليم نسفا. طبعا سأوضح لكم وسأكشف من أين طلع هذا المتنطع هذه المعلومات كلها، واستعدوا للطامات الكبرى. بعلوي قوم في اليمن من ذرية علوي بن عبيد الله وإليه ينتسبون. زعموا أن علوي هذا من الأسرار، ونسبوا عندهم علوي بن عبيد الله ابن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي الغريدي بن جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي بن حسين بن فاطمة زهرة البتول بن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول. وهذا نسب باطل غير صحيح، لأن أحمد بن عيسى ليس له ولد اسمه عبيد الله. أحمد بن عيسى عاش في القرن الرابع، توفي سنة 345 من الهجرة النبوية. لا يذكر النسابون والمؤرخون في كتبهم القريبة من زمان أحمد بن عيسى أن له ابنا اسمه عبيد الله. في القرن الخامس مثلا كانت 3 كتب ألفت التي تذكر أحمد بن عيسى وأولاده، ولكن كلها لا يذكر بأن لأحمد بن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. الأول كتاب تهذيب الأنساب ونهاية الألقاب للعبيدلي الذي توفي بسنة 437 من الهجرة النبوية. أو أبناء الإمام بن مصر والشام الحسن والحسين بن عمر يحيى بن طوطبة الذي توفي في سنة 478 المتبوع بتحقيق يوسف بن عبد الله جمر الليل البعلوي لا يحتج به، لأنه اختلط فيه ما بين قول المؤلف وبين قول المعلق والمحقق، وهو مطبوع مدرج مدلس وهو إلى الكذب أقرب. لقد اعترف يوسف جمر الليل بأن فيه تشجيرات من عنده وزيادات في عمود النسب من المعلقين كابن صدقة الحلبي وأبي العون السفرايين ومحمد نصر المقدسي، فمن نصر نسب البعلوي بهذا المطبوع رجع من حيث جاء. هل جاءوا من عند أنفسهم أم من الكتب التي تؤكد شهرتهم بهذا النسب الشريف؟ فهل يقال أنهم جمعوها وزادوا عليها بخفض سريرة كما يتوهم هذا المتنطع؟ أم لوضوح الأمر بينهم؟ طبعا أي عاقل سيدرك بالبداهة أنهم لو كانوا كذبوا ودلسوا لأخفوا أمر زيادات، فلما أنهم بيّنوا ذلك وموضحون كيفية تحقيقهم للكتاب، فهذه تهمة منه القادحة في أمانتهم، تهمة بلا دليل ومحض افتراء على هؤلاء السادة. فليرجع هذا المتنطع حيث جاء. ثم في القرن السادس الإمام الفخر الرازي الذي توفي بسنة 606 من الهجرة النبوية ألف كتابا في النسب اسمه الشجرة المباركة، يقطع فيه أن أولاد أحمد إنما من 3 بنين، وهو محمد بن ري وعلي بن رملة وحسين بن نيسابور، وليس له ابن اسمه عبيد الله، ولا يذكر أن أحمد هاجر إلى حضرموت ولا أن أحد أبنائه يسكن فيها. وأتى الفخر الرازي بالجملة الاسمية وعقبه من 3 بنين، وهذا عند النسابين يفيد الحصر، بخلاف ما إذا أتى بالجملة الفعلية عقب 3 أو أولد 3، فالمعنى عندهم يمكن أن يكون له ولد سوى ما ذكر. الآن أتى بدور الإمام فخر الدين الرازي في كتابه شجرة مباركة، والذي يتشبث جدا جدا في القرن السادس الهجري. في القرن السادس الهجري الإمام فخر الدين الرازي، وهذه الإشكالية أيها الإخوة بالذات التي تشبث به هذا الكائن، تشبث كأنها من بنية أفكاره ونتيجة سهره في ليله ونهاره هي نفس ما تشبث قبله الشخص المدعو عبد الله محيي عاتق الحمياني المطيري سنة 2013 في المواقع والمنتديات. فهو معروف بالأسماء المستعارة وإبطائه للأنساب الأشراف المشهورة لدى نقابات الأشراف في الشرق الأوسط، كأمثال القتاديون والإدريسيون وأشراف الأمراء بمكة والشيرازيون وآل بعلوي وغيرهم الكثير. وقد جاءه رد، هذا عبد الله محيي جاءه رد من إخواننا في نقابة العراق، نقابة الأشراف العراق، ولم يعود لذلك الإبطال هذا عبد الله محيي، وتاب في سنة 2016 يعني بعد البيان. ولكن للأسف بخلاف هذا المتنطع الذي أتى من كيسه قاعدة جديدة وحاول بكل جهوده شرطا ليس من علم الأنساب وليس لها أي علاقة بعلم التاريخ، واغتر به الجهلاء والبسطاء، هلل هو وهللوا معه وكبر فكبروا معه. وهذا الشرط استنتجه من قراءته لبعض الكتب الأنساب وحرف ودلس بعد التحريف والتدليس. قال شيخ النساب مهدي رجائي في كتابه المعقبون: ومن ذلك إذا قالوا عقبه من فلان أو العقب من فلان فإنه يدل على أن عقبه ملحص فيه، فالباب مسدود لدخول اسم آخر لأسماء أبناء أحمد بن عيسى سوى هؤلاء الثلاثة. فهنا أتى بقاعدة التي أشار إليها السيد مهدي الرجائي حفظه الله في كتابه المعقبون، وهي في الحقيقة اصطلاح وضعه للتوضيح والأغلبية من خلال اطلاعه في كتب الأنساب، لا يطبقه في جميع كتب الأنساب. والإمام الرازي أيها الإخوة إن تنزلنا بأن الكتاب منسوب إليه فهو يذكر في مقدمته بكل وضوح بأن الكتاب مختصر. تأمل تدليس أيها الإخوة. وعلى فكرة فالسيد مهدي الرجائي في كتابه المعقبون الجزء الثاني صحيفة 432 مثبت للنسب السادة آل بعلوي، ومن ثم أجاب عن شبه هذا المتنطع شفاهيا كما هو في المقطع المنشور، فليشاهده من أراد. من هنا نرى تدليس هذا المتنطع وكذبه المحض، فهو يحاول من خلال تجولاته
أن يأخذ الجمر من هناك ليوقده هنا. قال بعضهم راحت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لنرى الآن تجولاته المليئة بالتدليس والخداع والجور والبهتان. ثم في القرن السابع كان كتاب الفخر في أنساب الطالبيين لعزيز الدين أبي طالب إسماعيل بن حسين المروزي الذي توفي سنة 614 من الهجرة النبوية لا يذكر أيضا أن لأحمد ابن عيسى ابن اسمه عبيد الله. ثم في القرن الثامن كان كتاب الأصيل كتاب الأصيلي في أنساب الطالبيين لسيد الطقطقي، كذلك لا يذكر أن الأحمد ابن عيسى ابن اسمه عبيد الله. وكذلك كان كتاب في القرن الثامن اسمه الثبت المصان لابن الأعرج الحسيني الذي توفي بسنة 787 من الهجرة النبوية لا يذكر أن لأحمد ابن عيسى ابن اسمه عبيد الله. ثم في القرن التاسع كان كتاب عمدة الطالب لابن عنبة الذي توفي بسنة 828 من الهجرة النبوية لا يذكر كذلك أن لأحمد ابن عيسى ابن اسمه عبيد الله. فذكر عدة كتب وركز على اسم عبيد الله بن أحمد. ولو تأمل من لديه أدنى اطلاع في كتب التواريخ وأنساب الأشراف بدون أدران الجهل وخبث سريرة سيجد اسم أحد أعلامهم مذكور مسطور في الكتب التي ذكرها، وهو السيد العلامة الحافظ علي بن محمد بن جديد المتوفى سنة 620 للهجرة، ورفعوا نسبه إلى عبد الله ابن أحمد بن عيسى الرومي التي تؤكد هجرة الإمام أحمد بن عيسى الرومي إلى حضرموت. ومن ثم جاء ذكره أيضا بأنه من بيت السادة آل أبي علوي نسبة إلى جد أبناء عمومته تجوزا، المسمى بعلوي وهو ابن عبد الله أو عبيد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر. ولكن كما يقال أيها الإخوة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية، فأبى إلا مكابرة وتمادى في تغطرسه ويطعن بدون برهان ودليل أن هؤلاء آل علوي الذي انتسب إليهم الإمام علي بن جديد بن محمد بن جديد غير هؤلاء العلويين آل علوي. شوف كيف، وعبد الله غير عبيد الله. إلى هذه الدرجة يريد أن ينشر الأفكار وفتن وفرق من كيسه مما يؤيد تدليسه. فهذا إن دل على شيء فهو يدل على تحامله وخبث طويته وكذبه وسوء مقصده، وعند الله تجتمع الخصوم. فأول من ذكر نسب عبيد الله ابنا لأحمد ابن عيسى هو علي بن أبي بكر السقران من أعلة بعلوي أنفسهم في كتابه البرقع المشرقة، مخالفا لجميع كتب الأنساب التي قابلها. وجميع الكتب التي ألفت بعد القرن التاسع تذكر نسب بعلوي ترجع كلها إلى كتاب البرقع المشرقة لأبي بكر السقران. وعلى زعمه أن الإمام علي بن أبي بكر السقران هو أول من سطر هذا النسب الشريف، وتهمته أن سيد علي بن أبي بكر السقران ممن انتسب إلى غير أبيه، فعلاقته بما أسلفنا بيانه كعلاقة الأخ بأخيه. هذا توأم ذاك. سأعطيكم بكل ما يشفي الغليل ويبر العليل إن شاء الله. وبما قد أطلنا الكلام فلنجعل الرد على هذا المتنطع على قسمين، فانتظرونا وتابعونا للمقطع الثاني. جعلنا الله وإياكم مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hydrogel Probiotik For Power Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal